عامل ايه يا حبيب قلب الزرزور؟ انا حلو وانت حلو وكريم جونزيلا قاعد جوه بيصور لك قصه وحلو. تعالى عشان الكلام طال قوي على وسام ابو علي، والكلام طال جدا والحكاوي زادت والهلفطه كترت. تعالى بس قبل ما تيجي ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس وانت جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقة النهارده. الآن أثناء تصويري ليك للفيديو تقعد جلسة مع الخطيب ومسؤولين من نادي الريان القطري. الريان القطري بعت مندوبين الآن دلوقتي بيتكلموا بيفاوضوا وسام أبو علي، والكلام دلوقتي داير إن الأهلي بيقول لهم كده صراحة: النور قطع، النور قطع يا اخواتي. اهدى يا اخواتي. عشان ايه الكلام اللي انا هقوله دلوقتي؟ فاير ام فاير يعني ايه ده؟ النور باظ ولا ايه؟ بيت امك يا وسام. صلحت النور يا اخواتي الحمد لله. يا ولاد الايه، عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه يا بتاع العفاريت يا اللي جوه انت؟ كريم جونزيلا جوه بيتكلم على عفاريت بوظ لي اللمض. اعوذ بالله من الخبث والخباث. تعالى. الان يا حبيب الزرزور تدور مناوشات ما بين الريان القطري والنادي الاهلي. والنادي الاهلي قال لهم كده صراحه: بص، عايزين وسام، احنا مش عايزين نبيع وسام، ولكن لو العرض حلو احنا ممكن نفكر. الاهلي طالب كام؟ الاهلي طالب 10 مليون دولار. طب الريان القطري عايز يدفع كام؟ الريان القطري عايز يدفع 8 مليون دولار، وقال للأهلي بقية ال10 مليون هنديها لك امتيازات. بمعنى امتيازات؟ بمعنى ان لو اللاعب سجل 10 أهداف مثلا، ده امتياز من الامتيازات، هنديك مليون دولار على كل 10 أهداف هيسجلهم وسام. طيب لو مثلا بعنا لوسام إعادة البيع والشراء، ليك نسبة يا أهلي. دي الامتيازات اللي بيتكلموا فيها. لكن النادي الاهلي قال له: انا عايز 10 صافي، ولا امتيازات ولا 10 تجوان ولا مش 10 تجوان. ده رد الاهلي على الريان القطري. اما الريان القطري استأذن الاهلي في مفاوضات لراتب وسام ابو علي. يعني النادي الريان القطري قال للاهلي: طب ممكن يا اهلي نشوف وسام هنتفاوض معاه في الراتب كام؟ تسيبونا. الاهلي سابوهم يتكلموا مع وسام، ودي بتدي موافقة مبدئية ان الاهلي قال لوسام: خلاص امشي، عايز تمشي امشي. طب يا حبيب قلب الزرزور، الكلمات دي ليه دارت من بعد ما الاهلي نزل بيان وقال لك: الاهلي وريفيرو ومحمد يوسف لا يريدون التفريط في خدمات وسام ابو علي لحاجة الفريق اليه؟ مش ده البيان اللي نزل؟ طب البيان نزل، ليه المفاوضات دي دايرة؟ طالما الأهلي وريفيرو ومحمد يوسف يحتاجون لوظائف اللاعب وأهميته في الفريق، انت نزلت بيان، ليه المفاوضات لسه شغالة؟ ليه المفاوضات لسه شغالة؟ هقول لك المفاوضات لسه شغالة عشان وسام هو اللي عايز يمشي. وسام بيضغط على النادي الاهلي ان هو عايز يمشي، وان هو لازم يمشي، وان هو عايز يحترف، وان هو عايز يخرج بره، لا اما كده لا اما تزودولي فلوسي. طب الاهلي قال له: هديك 2.5 مليون دولار او 2 مليون دولار. ضحك وسام وقال لهم: انا جاي لي من الريان 5 مليون دولار في الموسم، يعني الدبل. انت بتتكلم في ايه يا اهلي؟ عايز نفضل موجود؟ اديني الفلوس اللي هتدهاني الريان القطري. قام الخطيب شخر له. الخطيب سمع ال5 مليون دولار دي، قام شخر لوسام ابو علي وقال له: 5 مليون بلبل. وده رد الخطيب. يا جدعان انا بقول لكم الخطيب شخر لوسام لما قال له: لو عايزين نقعد ادوني الراتب اللي هيدوني الريان. طيب يا حبيب قلب الزرزور، هو انت زعلان على وسام؟ هقول لك لا، لان ده طبيعي، لاعب محترف، ما تحسبوش زي معلول. ولو قعد وضحى بالعروض دي
اخرتها يترمي زي معلول. لاعب حقه، وانا برشح الفكر ده طالما شاف الاسطوره علي معلول اللي ضحى بعروض زي دي من الخليج ومن تونس ومن الجزائر. كل العروض دي جت لعلي معلول، ولكن علي معلول رفضها. اخرتها ايه؟ اخرتها اترمى زي رموه وقالوا له مش عايزينك ومش هنجدد لك ومش هتسافر معانا كاس العالم كمان يا معلول. ولو كانوا قادرين يضربوا علي معلول بالنار كانوا ضربوه بالنار. فانت زعلان على وسام ليه؟ ها؟ وسام اول ما لقى الدنيا هلصه والهلصه بلصه شلك من البايو ان هو لاعب في النادي الاهلي. علي معلول حتى الان بعد المعامله القذره وبعد قله الاصل ما شالش من البايو ان هو لسه لاعب في النادي الاهلي، وسايب صوره البروفايل ان هو لسه لاعب في النادي الاهلي. مش هيجي زي معلول يا جدعان. وسام ابو علي مجرد لاعب محترف، ما تخليش اللي علي معلول عمله يخليك عايز كل لاعب يعمل اللي عمله علي معلول. مش هيحصل. وسام ابو علي يضغط على النادي الاهلي في الرحيل. طب انت بالنسبه للنادي الاهلي انت شايف ان وسام يمشي؟ ده انسب رحيل لوسام. هو انتوا يا جدعان ما شفتوش وسام ده قبل الجون اللي جابه في البنك الاهلي؟ لا، اللي هو بتاع حسم الدوري. كان عامل ايه يا جدعان؟ ما كانش عارف يجيب ولا جون يا جدعان، وكان مستواه في النازل. هو طفرته في كاس العالم علق قيمته التسويقيه. والله هيرجع في الدوري المصري، هيرجع وسام اللاعب النورمال العادي. اقسم بالله لو ما بعته دلوقتي هتندم على الوقت اللي انت ما رضيتش تبيع فيه وسام. اقسم بالله يا جدعان هيرجع لاعب عادي جدا وسط النجوم اللي حوالين منه. مش هتحس ان وسام ابو علي طفره. وشفنا احنا الدوري اللي فات ان وسام ابو علي قعد فتره في انتكاسه، ولا عارف يجيب جون ولا عارف يعمل اي حاجه وبيضيع كتير. شفنا ولا ما شفناش؟ لما بيفوق وبتتجنن معاه، لكن لما بتنتكس معاه بتنتكس. نستغل الوقت ده ونبيعه، ولا بقى نقعد بقى ونقول يا ريتنا ما بعناهوش وفي الاخر هنبيعه؟ ولكن لما نيجي نقرر نبيعه مش هيجيب لنا الفلوس دي. ابيعه ب10 مليون دولار، ابيعه ب8 مليون دولار، طالما اللاعب اصلا مش باقي عليا. ما انا هسيبه ليه؟ هو مش باقي عليا. امشي يا عم. وين احنا اولى بالفلوس؟ غور في ده، نجيب غيرك. وبمناسبة نجيب غيرك، الاهلي لو تمت صفقة وسام يتم مفاوضات مع مصطفى محمد اللي معاه مشاكل مع نادي نانت الفرنسي بسبب عدم ارتدائه شارة العجل وشارة الشواذ وشارة الخواجات. النادي نانت يعرض مصطفى محمد للبيع عشان بيقولوا له لو مش هتبقى عجلة ما تقعدش معاه، امشي. مصطفى محمد مرضيش يبقى عجلة، وفي مشاكل ما بينه وما بين نانت. عشان كده النادي الاهلي ينظر لمصطفى محمد، ولكن مصطفى محمد لا يرحب بالانضمام للنادي الاهلي، بل يرحب بالبقاء في اوروبا. مصطفى محمد قال لوكيله انا عايز عروض في اوروبا، انا مش عايز ارجع مصر. مصطفى محمد بيرشح ان هو يفضل في اوروبا، ولكن لو ما جاتلوش عروض في اوروبا وجاله عرض من الاهلي قوي هيقول للاهلي يا مرحبا. ولكن مصطفى محمد عايز ياخد 5 مليون دولار في الموسم، نفس اللي كان طالبه وسام ونفس اللي هو تقريبا بياخده في نوت. فده هيعمل مشاكل في اوضه اللبس. مصطفى محمد 5 مليون دولار كتير، ولكن لسه المفاوضات شغاله. الاهلي بيفاوض مهاجم فلسطيني اللي هو اسد، لسه في مفاوضات، ولسه في مفاوضات مع لاعب فلسطيني برضو ارجنتيني مخلط، يعني في مفاوضات لسه. صفقة وسام تتم، والاهلي بالفلوس اللي هياخدها من وسام قادر يجيب مهاجم قوي جدا جدا جدا. بس مفكك من الكلام اللي بيقولك مصطفى محمد بنحطه على الشاحن ويشيله من على الشاحن. مصطفى محمد بنسبة 80% مش هيجي النادي الاهلي يا جدعان. الواد زملكاوي، والواد بيحب عايز يقعد في اوروبا، مش عايز يرجع مصر على النادي الاهلي. فكك من مصطفى. ولكن
جايز الكوره وارده، ولكن بنسبه 90%. قلت لك الفيديو اللي فات قبل ما البيان ينزل، قلت لك وسام ابو علي خارج النادي الاهلي، اللاعب عايز فلوس واللاعب محترف واللاعب مادي قوي، بيحب الفلوس قوي، حاجه كده شبه رمضان صبحي وعبد الله السعيد. فهيمشي وسام وهنستفيد من فلوسه ونجيب فيرود غيره. عندنا جراديشار، عندنا محمد شريف، في انتظار المهاجم الثالث بديل وسام. كان معك الزرزور، اشوف وشك على خير، وهشوفك في الفيديوهات اللي جايه. الاهلي وحشنا جدا، والموسم اللي جاي هيبقى موسم قوي من حلقات الزرزور ومن حلقات كلامنا عن النادي الاهلي. اشوف وشك على خير يا حبيب قلب الزرزور.